الحيبة السمعة ما ثماش اخر السمعة. هاي تستور وقت اللي اول ما تعمل فيها 14 مسجد، وفي الحرب العالمية الثانية وبالأخص في وسطها سنة 1942 وقعت زوز معارك كبرى في تونس بين الحلفاء والمحور. المعركة الأولى في خط مارث، المعركة الثانية في سهول مجاز الباب اللي منها تستور. والمعركة هذه كانوا الاثنين يقنبلوا، الاثنين من لا سواء هذا من المحور أو الحلفاء، ويقنبلوا على بعضهم في الأماكن المتسعة لترفع أكثر جنود، ويعرفوا أن الجنود يتخباوا في الأماكن الدينية أكثر من غيرها. وتوها حتى في العراق وفي سوريا الأماكن الدينية هي اللي تتضرب قبل غيرها عكس المعاهدة. أيوة. فهو ديما يفهم المعاهدة راهي معناها العكس نتاعها وليت. تقملت معظم المساجد تاع تستور. من حسن الحظ أنه الجامع الكبير اللي هو فريد من نوعه في العالم الإسلامي على الإطلاق واللي يجمع المذهبين الحنفي والمالكي ما تقملتش، وتقملت مجموعة من المساجد الأخرى بما فيها صومعة. هذيك اللي تو موجودة في تستور بدون قباب أو بدون جامور يتسمى، فهذيك تسمى نظفناها ورتبناها قدر المستطاع، وممكن باش نزيدوا نحسنوها ونعملوا لها جمهورها، خاصة وانه بعض المساجد وخاصة جامع رحيم اللي سألتني عليه تصويرته ما زالت موجودة، يعني نجموا نرجعوه كما كان. ربي يبارك فيكم. عايشك. سلام.